في يوم عادي زي أي يوم، واحدة بتزعق بتقول إنها اتخطفت وبتجري، لقت تاكسي، ركبت وقالت له بسرعة قبل ما يمسكوني. نزلها وقال لها مش هوصلك، أنا لسه ما فطرتش. قالت له انت ازاي بتكلمني بالطريقه دي؟ انت بتكلم امان الشمنديري، ما بتشوفش تلفزيون؟ بيرد عليها لا معرفش انت مين. قالت له 1000 جنيه بس وصلني. وهي بتحاول معاه جه واحد وقال لها بتجري ليه يا تهاني؟ تعبتيني معاكي. وقال القسطه دي اخت المدام. اماني بتقول انها ما تعرفش الراجل ده، وانها لما صحيت لقت نفسها عندهم في البيت. اكيد محدش هيصدقها. وقعت الراجل وضربت القسطه وجريت. الفنانة أماني الشمنديري حياتها كانت ماشية زي الفل لحد ما راحت حفلة الشباشي. خلونا نبتدي من الأول ونفهم إيه الحكاية. الفنانة أماني من عيلة غنية، وهي كمان مشهورة. بالنسبة لشخصيتها مغرورة، شايفة نفسها نرجسية، دايما بتزعق في الناني من غير سبب. كانت بتحط مكياج، رجعت السرير بتصور نفسها وبتقول للناس إنها لسه صاحية وإنها بتحب الدادة اللي في مقام أمها. وعملت إعلان لشاي وبتقول الكذبة الشهيرة ده مش إعلان، أنا ما خدتش منهم فلوس. وأول ما قفلت تفت الشاي وبتزعق في نادية. بتفطر مع امها وابوها، وكانت متضايقه من ناديه اللي حطت نعناع في الشاي وهي بتتحسس منه وفي حبه في وشها. امها بتقول لها خف شويه على ناديه، واماني بتقول انها الوحيده في البيت اللي بتعاملها باحترام. امها بتحاول تشد عليها، بس ابوها كله الا زعل بنته الوحيده تعمل اللي هي عايزاه. أماني عندها مكير اسمه رجب، بتعامله كأنه مرمطون وبتشغله كل حاجة، يجدد الرخص، يجيب فلوس الإعلانات، ومع كده بتهزقه. ولما قال لها توصليني في سكتك قالت له أنت تركب عربيتي. لما وصلت المطعم كان في معجبين عايزين يتصوروا معاها. قالت لهم ما ينفعش في حبة في وشي، بس هما مش هيضيعوا الفرصة. قالت لهم مش هينفع انتوا حمير. ندهت على الويتر وقالت له عايزه طبق شكله والوانه حلوه. ولما جابه قال لها انا بنت الصغيره بتحبك ونفسها تشوفك. اتريقت عليه وقالت له ايه رايك اروح معاك البيت اشوفها. بعدها ندهت على المدير، هددته عندها 2 مليون متابع وهتنزل بوست تكتب كلام وحش عن المطعم لو ما دفعوش. قال لها طلباتك. قالت له انا باخد 50,000 في البوست وعلشانك ب70. صاحباتها وصلوا وقالت لهم انها هتروح حفلة الشباشي التنكرية بشخصية تهاني اللي شهرتها بين الناس. صاحباتها حذروها اللي بيروح هناك بيتلبس، بس هي مش مصدقاهم. اماني شخصيتها زبالة لدرجة انها بترخم على البرفيوم بتاع صاحبتها، مع انها تعرف انه البرفيوم ده كان اخر هدية من ابوها المتوفي. مساعد المخرج بيكلمها بس هي ما بتردش. اخيرا سابتهم ورايحه اللوكيشن. لما خرجت لقت ست غلبانه عايزه تشتري ادويه لبنتها في المستشفى. اماني زعقت فيها وهزقتها. المخرج كان بيزعق لانه اماني اتاخرت، بس لما وصلت بقى بيتكلم باحترام مع النجمه، ومع انها جت متاخره حست انها تعبانه وملهاش نفس تصور. المخرج فركش ورجب عايز يروح يلحق عيد ميلاد بنته. اماني قالت له لا انت هتفضل هنا، همسح المكياج وهتعيد من تاني، ولو فكرت تسيبني وتمشي ابقى قابلني لو لقيت حد يشغلك. أماني وصلت قصر الشباشي بشخصية تهاني، أشهر دور ليها، وفتحت لايف. بعدها الجرسون جاب لها عصير أزرق واتأكد إنها شربته. بعدها نزلت تصور تحت، لقت ست عرافة أو ساحرة، هي نفس الست الغلبانة اللي كانت قدام المطعم. الساحرة قالت لها أنا مش محتاجة سحر عشان أعرف إنك إنسانة مكروهة، قوليلي كام واحد اتأذى بسببك، من أول نادية الدادة بتاعتك اللي محترمتيش سنها لحد الست اللي عايزة دواء لبنتها، ولا مسعد ولا رجب. حياتك في خطر، ماضيك هيختفي وحاضرك هيتنسى، وكل النعم اللي كنت عايشة فيها ومش حاسة بيها هتتحرمي منها. شخص واحد يقدر ينقذك. أماني قالت لها ايه العبط ده. خلصت العصير جت تمشي، حست بدوخة اغمى عليها. قامت من النوم وقالت انا ايه اللي رجعني اللوكيشن. وقفت قدام المراية بتشيل الباروكة، لقت انه ده شعرها. اتخضت. أماني ما بقتش أماني، بقت تهاني الشخصية اللي مثلتها وانشهرت بيها، ولسه مش مصدقة انها بقت تهاني وبتنده على المخرج. خرجت من الأوضة لقت عيال، بعدها لقت أختها بتقول لها حضري الفطار، وشافت جوز أختها. هنا خرجت من البيت بتقول انها مخطوفة، وبعد ما ضربتهم لقت ميكروباص وقف لها، قالوا لها فينك يا تهاني، خدوها ومشيوا. ولما وصلوا المدرسة العيال جريت عليها وبيندهوا قبل تهاني قبل تهاني، ما استحملتش اغمى عليها.
زملائها المدرسين صحوها وهي بتقول لهم انه اسمها اماني وما تعرفش هم مين. الاستاذه قالت لها معقوله مش عارفه صحابك في المدرسه؟ هم يقولوا لها تهاني وهي تقول لهم اماني. جه واحد اسمه اسامه بيشتغل معاهم في المدرسه ويبقى خطيب تهاني. اماني اتصدمت لما عرفت انها مخطوبه لاسامه، اللي لما شافها مصر انه اسمها اماني قال دي شكلها تعبت وهيوصلها البيت. قالت له لا، توصلني البيت اماني الشمنديري. اسامه سيرها واخدها هناك وقالت للحارس افتح يا امين انا داخله البيت. قال لها انت مين؟ انا اول مره اشوفك. كلم الحارس وقال له دي مريضه واختها بتشتغل جوه، جايه تاخد منها فلوس غسيل كلى، دخلنا واكسب فينا ثواب. الراجل الطيب دخلهم، خبطوا على الباب، ناديه فتحت وما عرفتش هي مين. اماني زعقت فيها واقتحمت البيت. امها ما عرفتش هي مين وقالت لها بنتي اماني جوه. اماني اللي بقى اسمها تهاني لقت اماني الشمنديري وبتقول لها انا اماني الحقيقيه. بعدها جه الاب وما عرفش هي مين وسيرها لحد ما تيجي الشرطه. اسامه خد اماني وخرج قبل ما يجي البوليس. اسامه قال لها لا دي ارضك ولا دول ناسك يا تهاني، انا هوصلك بيتكم. ولما وصلوا اماني بتحاول معاه يمكن يصدق انها مش تهاني. بعدها جت اختها وطلعتها البيت وقلبت في البوم الصور، لقت صورها في كل حته. بعدها نزلت تجيب عيش، لقت الساحرة بتقول لها الدرس ابتدى، ماضيكي هيختفي وحضرك هيتنسى، انت انانية ومغرورة وحقودة، كل اللي حواليك اتأذوا بسببك حتى امك وابوكي، علشان كده كان لازم تتعاقبي، انت الوحيدة اللي تقدري ترجعي حياتك وتعودي على اختك اميرة والعيال. اماني شويه شويه بدت تتعود على حياه تهاني وهتعمل للعيال عيد الميلاد اللي نفسهم فيه لانه ابوهم ما معوش فلوس. اماني افتكرت انه صاحبتها عيد ميلادها النهارده وهتروح عندها تقول لها شويه ذكريات يمكن يفتكروها. راحت عند صاحبتها وقالت لها اسرار محدش يعرفها غير اماني، وقالت لها انه في ساحره قلبت حياتها. صاحبتها بتمثل انها مصدقاها لحد ما تيجي اماني الشمنديري. اسامه كان قاعد مع البنات شكلهم معجبين بشخصيته وبيقول لهم لست هذا الرجل الذي ينحني لامرأة. اماني الشمنديري جت هزقت تهاني لانها جت لها البيت وكمان لحقتها الحفلة. اماني هنا اتأكدت انه في حياتها مفيش حاجة اسمها اماني وانها لازم تقبل بحياتها الجديدة كتهاني. اسامة شافها زعلانة حب يفرحها واداها الجاتو اللي خده من الحفلة لما غفل الويتر لانه ما يصحش تطلع وايديها فاضية. اختها وجوزها بيشكروها لانها عملت الحفلة. اماني فهمت يمكن مفيش امكانية يجيبوا تورتة بس لمة العيلة والفرحة اللي على وشهم تسوى كتير. اماني اتعودت على حياة تهاني والناس في الحارة كلهم بيحبوها وبيحترموها. الساحرة كلمتها وقالت لها انت اتغيرت يا اماني. قالت لها اوه الاسم ده وحشني، مع انه اميرة مش عيلتها الا انها بتحبهم واتعلمت منهم كتير بس اشتقت لابوها وامها. الساحرة قالت لها الامتحان قرب، لو نجحتي هترجعي اماني، لو ما نجحتيش حياة تهاني هتلزق فيكي زي اللزقة الانجليزي. اماني رايحة المدرسة لقت ناس بتصور، فرحت قوي وسألت اسامة عنهم. قال لها في مسلسل عندهم كام مشهد في مدرسة وجايين يصوروا عندنا. الاستاذة قالت لتهاني خلينا نشوف بيصوروا ازاي. تهاني افتكرت ايام زمان لما كانت اماني. المخرج بيلف في المدرسة وشاف اوضة المدرسين. تهاني سلمت على المخرج وقال لها انت ينفع تمثلي. المساعد بيقول للمخرج الممثلة اللي هتمثل مع الفنانة اماني جالها اعلان ومش هتيجي. المخرج فكر بتهاني وقال لهم يجيبوها فورا، ويا دوب هيكلمها جت اماني وقالت لها انت ايه اللي جابك هنا؟ انا الحق عليا اني ما حبستكيش. تهاني اتخانقت معاها وهزقتها قدام الناس، اتغاظت وكانت هتضربها بس سمير ما سكتش. اماني مش عايزه تصور وسابت اللوكيشن. المخرج لما شاف تهاني وهي بتتخانق اقتنع بيها كممثله وقال لها انا عندي مشهدين عايزه تمثلي فيهم. تهاني قالت له لا مش عايزه، الصراحه ما بقتش قد وقفه الكاميرا، ده كان زمان، خلاص انا متأقلمة على حياتي كده. الساحرة فرحت لما سمعت كلامها. اماني رفضت الشهرة وبقت تحب العيشة مع اميرة وجوزها والعيال وازاي بيحبوا بعض، وقالت لاميرة اهي الحاجات الصغيرة اللي هي اللي مخلياني احب اعيش معاكم. اماني راحت تنام وهي سعيدة بحياتها، ولما قامت رجعت على اوضتها وهي مش مصدقه انها رجعت اماني الشمنديري، ونزل عند امها وابوها واخيرا بقت تحترمهم وقالت لهم الشهور اللي فاتت عدت عليا كانها سنين. قالوا لها انت امبارح رجعت من الحفله متاخر. اماني فهمت ان كل الشهور اللي فاتت دي عدت امبارح بالليل وهي نايمه، ولما سمعوها بتتكلم بادب كان هيجيبوا لها الدكتور لانها بقت طيبه. وناديه بقت تحترمها، دي كمان هتفطر معاها وهتتعرف على الست اللي ربتها وما تعرفش عنها حاجه. ابوها وامها بيسالوها ازاي اتغيرت فجاه. قالت لهم انا من امبارح للنهارده رجعت نفسي، في حاجات كتير عملتها غلط
انا اسفة على كل حاجة. اماني في المطعم والويتر كان خايف يكلمها، لقاها بتسلم عليه، وبعد ما خلصت مع صاحبتها دفعت. الويتر جاب لها الشيك من صاحب المطعم اللي ب70,000 بتاع البوست. قالت له الشيك ده ليك واشتري حاجات لبنتك، انا عمري ما اديتك تبس، اعتبرني محوشة التبس كله واديتهولك مرة واحدة. وراحت عند رجب واعتذرت منه لانها كانت بتعامله كمرمطون، واديته فلوس، وكمان جابت هدية لبنته لانها نزلته يشتغل في عيد ميلادها. الراجل هيطير من الفرح. اماني راحت المدرسة ولقت اسامة نايم عند الباب، واللي رحب بالنجمة الكبيرة وقالت له انها هتمثل دور مدرسة وجاية تدرس شخصية المدرسة، وسألته عن خطيبته تهاني. قعد يعيط ويقول لها الموضوع خلص وكل واحد راح لحاله. قالت له انا هصالحكوا على بعض. خدها الفصل وعرفها على المدرسين، طبعا هي عارفاهم. اماني كانت متحمسة انها تقابل تهاني الحقيقية. تهاني فرحت لما شافت النجمة. اختها اميرة بتكلمها واماني اشتقت لاميرة. تهاني بتقول لها ولاد اختي بيحبوكي وبيتفرجوا على المسلسل ونفسهم يتصوروا معاكي. اماني قالت لها بس كده، انا هروح معاكي البيت واشوفهم واتصور معاهم. اماني لما دخلت البيت بتسترجع الذكريات. بعدها شافت اميرة اللي اتبسطت انه النجمة عندهم في البيت. اماني بتقول لتهاني انت ليه رميتي في وشه الدبل؟ تهاني قالت لها الراجل ده خانقني، دايما لازق فيا بشعره اللي عامل زي القنفذ. اماني بتقول لها اتخطبتي له ليه؟ تهاني ردت عليها هو طيب وشاريني وقبل ما احتاجه بلاقيه. اماني قالت لها انت محظوظه قوي انك تلاقي حد يحبك زي اسامه. تهاني وافقت انها ترجع له. اماني جبرت خاطر اميره بكلمتين حلوين. بعدها شافت العيال وابوهم واتصورت معاهم. اماني قابلت الساحره وقالت لها انا مش فاهمه اي حاجه. الساحره بتقول لها ده طبيعي لانك اتولدتي من اول وجديد وتعلمت الدرس ونجحت في الاختبار. اماني بتقول لها بس انا مش فاهمه ازاي الشهور دي كلها حصلت في ليله واحده بس، ازاي؟ مش مهم، الايام اللي انت عايشتها لي علمتني حاجات كتير قوي. تعلمت ان الواحد ممكن يبقى شكله خشن وصعب بس من جوه طيب وحنين. تعلمت ان ممكن حاجه بسيطه بالنسبه لك تبقى حاجه كبيره بالنسبه لحد تاني. تعلمت ان الحب ممكن يتولد في اي مكان، مش لازم في فيلل وقصور. تعلمت انه اللي انت عاوزه مش شرط يكون اللي انت محتاجه، وانك مهما صبرت لازم هتلاقي في الاخر. وعرفت الساحرة كانت تقصد ايه لما قالت لها شخص واحد يقدر يساعدك، الشخص الوحيد اللي هيقدر يساعدك هو نفسك. اماني في الاخر قالت لها انت فتحتي عيني على الدنيا، عايزك تدخليني حلم جديد وناس جديده ومكان جديد. الساحره قالت لها لما تحبي تحلمي حلم جديد اشربي من الازازه دي، هتصحي تلاقي نفسك في مكان تاني. فين ازاي وليه ملهاش اجابه، بس خليكي فاكره الغلطه ما فيهاش رجوع، يا هترجعي بيتك يا هتكملي في حلمك للابد.